وبسم الله نبدأ. الشباب أمس يقولون ليش ما تسوي أكلة صحية؟ برأيي أنا أن البرجر أكلة صحية، يعني ما أشوف أن فيها شيء مو صحي، عشان كذا بسوي برجر. طماط، بصل أبيض، وخس، مو بضروري أنه يكون أمريكي، خس عادي ممكن، وبهارات. البهارات ملح وفلفل أسود، بودرة بصل وثوم وبابريكا، ولك الخيار ممكن تغير بالبهارات شوي إذا أنت تحب نكهة معينة. وعندي لحم مفروم، احط اللحم المفروم، لحم غنم طبعا، بقدر او اناء، واحط عليه البهارات. بسوي البرجر على شكلين، شيء بحطه بصحون الكنافه واحطه على الغاز مباشره، وشيء بحطه على المزيونه. عاد جتنا المزيونه، الله. ادهنه بشوي زبده بس. بسم الله، احط عليها البرجر. هذا البرجر حطيته في صحن الكنافة علشان بس ياخذ الشكل، حطيت تحته كيس وشوي زيت زيتون عشان بس يفك من الكيس. بسم الله. فيه ناس ما يحب البصل صريح كذا طعمه، عادي نشوح له بصل عالية. طبعا هي جاي ميول كذا وفتحه، صبر يا صبر، وفتحه هنا علشان تنزل الدهن للي ما يحبون الزيت. شوف الزيت شلون بدا يمشي. هذا السيراميك مانع للالتصاق وسهل تنظيفه. من مميزاته انك تنظفه وتقدم عليه، يعني تصلح حتى صينية تقديم. وهذا برجرنا بالهني والعافية. طبعا الصوصات اللي بالنسبة للكاتشب، ممكن واحد ما يحط كاتشب، ممكن ما يحط جبن شرايح إذا هو يبيه. البرجر طبعا هو فكرته بس انك تخليه قرص وتحطه على اي شيء، سواء صحن كنافة او تحطه على صاج عندك عادي، او اي شيء تحطه